عدى علينا يوم 8 مايو ذكرى ميلاد أحد العمالقة، ومش فنان وبس، ده أحد أبطال القوات المسلحة المصرية وبرنس. بيعدي علينا يوم 8 مايو من عام 2002 ذكرى رحيل الفنان الكبير أحمد مظهر، والذي رحل عن عالمنا في يوم 8 مايو من عام 2002. هو فارس السينما المصرية. أتم تعليمه الثانوي بمدرسة السعدية الثانوية العسكرية بالجيزة، وتخرج من الكلية الحربية عام 38 مع مين بقى؟ مع الرئيس محمد أنور السادات والرئيس جمال عبد الناصر، والتحق بسلاح المشاة ثم انضم لسلاح الفروسية وتدرج حتى تولى قيادة مدرسة الفروسية، وشارك في حرب فلسطين عام 48. لو هتتكلم على أعمال الفنان أحمد مظهر تتكلم عن فيلم أضواء المدينة، الشيماء، كلمة شرف، رحلة العمر، مذكرات الآنسة منال، الظروف، الليلة الأخيرة، الناصر صلاح الدين، النضارة السوداء، النار في صدري، حياتي هي الثمن، والعديد والعديد. أما بقى فيلم وإسلاماه ده كان حاجة عظمة، الأيدي الناعمة أو باش، وطبعا العديد والعديد من الأفلام اللي احنا لغاية دلوقتي بنستمتع بيها وبنتفرج عليها. فيلم النمر الأسود مع الفنان أحمد زكي، أو ضمير أبلة حكمت، أو محمد رسول الله، أو ألف ليلة وليلة، أو رياح الخوف، العين لا تعرف الدموع، عمرو بن العاص. ومسلسلات إذاعية، شخصيات تبحث عن مؤلف، الأيام معنا، النداية، سنة أولى حب، لم نعد. وتم تكريمه من الملك فاروق ومن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات. حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 69، وتم تكريمه من الرئيس السادات، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، وحصل على العديد من الجوائز. محدش هيقدر ينسى فيلم دعاء الكروان، أنا البريء، أم رتيبة، العتبة الخضراء، الحب الأخير، آخر من يعلم، الأيدي الناعمة، وله العديد والعديد من المواقف الجميلة. ورتبته كانت في الجيش عقيد. رحم الله الفنان والعقيد أحمد مظهر الذي رحل عن دنيانا، تارك وراءه فن عظيم. اسمه الحقيقي أحمد حافظ مظهر. هو أصلا اتولد في يوم 8 أكتوبر 1917 حي العباسية القاهرة. فارس السينما المصرية. مش هتقدر تنسى فيلم رد قلبي. رحم الله الفنان أحمد مظهر، لو لسه فاكره ادعي له بالرحمة.